الغناء، يعني احنا اذا دخلنا على فكره الفن، نعم، البعض ايضا التخوف يقول لك اذا كان هذا هو الفكر الذي سوف يسود في حاله ما اذا وصل السلفيين الى البرلمان والى التشريع وربما الى حكم مصر، بالتاكيد هناك مخاوف من الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات ان هناك الغاء مثلا لفكره الغناء مثلا او تحريم الغناء. هل يعني كيف ترون ذلك؟ الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام. هذا كلام يكتب بالذهب، ليس لي، إنما هو كلام علمائنا. الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام. ثم هل توافقني على هذا الغناء في الفيديو كليب؟ هل هذا غناء أم إشعال للنار؟ أي مسلم يقبل أن يجلس في بيته مع امرأته ومع بناته المراهقات ومع أولاده ليرى هذه المشاهد التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار؟ هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن يعاب علينا إن قلنا بأن هذا لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل بأننا متخلفون ورجعيون ومتطرفون وأصوليون وأصوليون وفوضويون إلى غير ذلك، وإنما هذا دين قال ربنا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا يعني كنا فعلا مسلمين نخشى ربنا ونتبع نبينا صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نرد كل هذا إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة. لكن أؤكد على أن الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى رحمة وإلى تواضع وإلى دعوة. هذه مسألة في غاية الأهمية. يعني لا يليق على الإطلاق أن أدخل مثلا إلى مكان لا يعرف القصر، لا يعرف قصر الصلاة مثلا، وأن أدخل مباشرة على آبائنا أولئك لأصلي قصرا دون أن أعلمهم. لقد علم نبينا الصحابة القصر ابتداء وأحكام القصر، ثم قال أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر، أو إن كان هذا لم يثبت عنه بل هو ثابت عن عبد الله بن عمر. الشاهد إذن أنني لابد أن أعلم، لابد أن أهيئ القلوب ولابد أن أهيئ العقول. والبعض يتصور أن الإسلام وحش كاسر وأن المسلمين وحوش ضارية مستعدة لقطع الأيدي ولجلد الظهور ولكسر الرقاب.